السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله النهاردة في الفيديو بتاعنا، وتوكلنا على الله ان احنا بدأنا فعلا مشوار كأس العالم. حرفيا جينا مصر كلها من امبارح او من النهارده الصبح. مش مصر بس، يمكن العالم كله، لان المصريين موجودين في كل دول العالم، المغترب لشغله واللي راح علشان يحضر كاس العالم، واحنا هنا موجودين في مصر. كل الشعب المصري حرفيا اجتمع النهارده صباحا علشان يتفرج على مباراة مصر ونيوزيلندا، واللي انتهت بفرحة وفوز كبير على منتخب نيوزيلندا بثلاثية مصرية خالصة مقابل هدف واحد. خلينا نقول ان رجالة مصر جامدين قوي يا جماعة. احنا جامدين. احنا مفيش زينا في الدنيا. احنا مفيش، لما بنكون عايزين حاجة او نعمل حاجة بنعملها غصب عن عين اي حد يقول لا. طيب، اول حد حابب اتكلم عنه هو لاعب كان كبير قوي، مدرب كبير قوي. حرفيا المصريين بقيادته او المنتخب المصري بقيادته بيكتب التاريخ من الماظ، بحروف من الماظ. كابتن حسام حسن. يمكن انا في الفيديو الاولاني بعد ماتش بلجيكا قلت جملة كده، قلت يا حلو لسه ما بنتش لبتك. انا بعتذر عن الجملة دي. الكابتن حسام حسن اثبت للعالم كله ان المدرب المصري قادر باللعيبة اللي معاه انه يعمل اي انجاز في الدنيا. هنا بقى كل المشككين اتخرسوا، اللي كانوا بيشككوا في وجود مدرب مصري وازاي وهيتعامل مع اللعيبه المحترفه ازاي واللي بيقولها بلا 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 الكلام اللي انتوا فاهمينه ده كله. الراجل بيتعامل باحسن اسلوب في الدنيا. الراجل بيلعب كوره محترمه جدا جدا جدا. لينا شكل، لينا اسلوب، لينا طريقه لعب، لينا اهداف، لينا اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم في المشاركه الرابعه ليها من سنه 34 لحد النهارده. ملناش ولا فوز في كاس العالم. 90 سنة بنحاول وبنجيب مدربين ومدربين اجانب والناس تطلع سمسرة من وراهم وفلوس بتدفع قد كده في الارض، وفي الاخر ما كانش عندنا غير جملة التمثيل المشرف للكرة المصرية. النهاردة انت مش رايح على تمثيل مشرف، النهارده انت رايح بتخبط وبتدوس وبتلعب كوره وبتكسب وبتحقق اول انجاز واول فوز في تاريخ الكره المصريه على ايدي المصريين. جهاز بالكامل مصري ولاعيبه مصريين وجمهور مصري وكل حاجه في الدنيا تقول ان مصر جميله يا جدعان. مصر جامده قوي. مصر لما بتكون عايزه تعمل حاجه بتعملها، سواء على الصعيد الرياضي او خارج الصعيد الرياضي. طيب، عشان ما اطولش عليكم، الفرحه مش سايعاني، الفرحه مش سايعه جموع الشعب المصري. اللهم لك الحمد والشكر على الاداء بتاع امبارح. بدأنا بتشكيل اروع من الروعه، احلى من الروعه. يمكن كنت انا طلبت بعض الحاجات امبارح، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والاسلوب اللي اتلعب بيه واللعيبه اللي اتلعب بيها رجاله، كلهم رجاله. اللي موجود على الدكه راجل، اللي موجود في الملعب راجل، اللي موجود في المدرج راجل. المصريين اثبتوا فعلا ان هم قادرين على تحقيق اي شيء. بس فكره ان انت تحط الحاجه في دماغك انت كمصري، قال لك احنا مصريين نشغل العفريت. حرفيا ده اللي بيحصل معانا النهارده. طيب نخش في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم وعلشان ما اخدش وقت كبير قوي من حضراتكم يعني، او من وقتكم. امبارح بدأ او النهارده صباحا، معلش انا بقول امبارح كتير بس علشان انا فكرة ان انا انام واصحى انا بالنسبة لي ده يوم جديد. بدأ الكابتن حسام حسن بتشكيل يتكون من 11 راجل، 11 صانع للتاريخ، 11 اسد مصري في ملعب المباراة امبارح. بدأ بمصطفى شوبير، محمد هاني، فتوح، ياسر ابراهيم،
وكان حمدي فتحي مساك، قدامه مهند لاشين ومروان عطيه، وده اللي احنا قلنا ان احنا عايزين الثنائيه دي امبارح. وقدامهم امام عاشور، عمر مرموش، وزيكو، ومحمد صلاح. طيب انا كنت اتكلمت امبارح في حته كده فنيه، قلت ان احنا مش عايزين ثنائيه حمدي بالاخص في الماتش ده، لان لاعبي نيوزيلندا عندهم من الاطوال اللهم بارك ما شاء الله، يعني اطوال عاليه جدا. فقلنا ان لازم يكون في حد. وانا حرفيا امبارح نسيت ان انا اتكلم عن حسام عبد المجيد، انه كان هينفع مع الاطوال دي. يعني عايز اقول لك ان حسام عبد المجيد برضو اللاعب رقم 9 اللي هو وود اطول من حسام عبد المجيد، بس على الاقل كان هيضايقه شويه في الاستلامات، في الرأسيات، في الكلام ده كله. واللي قلنا عليه هو اللي حصل بالظبط، لان انت مع اول كرة ركنية اتلعبت عليك دخل فينا جول، الجول الاول دقيقة 15 كان اول ركنية واتلعبت في لاعب رقم 16 انا مش عارف اسمه، بس هو اللي سجل الهدف الاول لمنتخب نيوزيلندا. طيب المصريين في العادي زمان يخش فينا جول او تجيب جول تسحب لورا كده وتريح وتلعب كوره، كوره بلطه، كوره ملهاش قيمه، كوره ملهاش شكل، كوره ملهاش معنى. ده في قديم الكره المصريه. النهارده انت بتطلع الشوط الاول خسران 1-0، هتتجنن. انت اصلا من ماتش بلجيكا انت داخل على الماتشات دي كلها انا اي حد هيجي في سكتي في كاس العالم هاكله. ففكره ان انت تطلع الشوط الاول خسران 1-0 دي جننت المصريين، جننت كابتن حسام حسن. فادى ذلك ان احنا بقى شفنا العظمه بتاعه الشوط الثاني والاداء الرجولي اللي ما يختلفش عليه اتنين في العالم مش في مصر بس. والحمد لله قدرنا ان احنا نكون او اللعيبه قدرت تكون عند حسن ظننا، ويمتعونا بالفوز 3-0 ونجيب الاول، وبعديها بخمس ست سبع دقائق نجيب الثاني وشويه كده وتريزيجيه ينزل يتلعب له ركنيه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ النهارده يا جدعان اي حد عايز يجيب جول عايز يجيب جول في كاس العالم يلحق دلوقتي يشد حيله ويروح مع منتخب مصر ان شاء الله، ان شاء الله كاس العالم الجاي، وان شاء الله يكون كابتن حسام حسن ربنا يديله الصحه هو مدربنا برضه هناك. واللي عايز يجيب جول هيجيب. خلاص بقى، خلاص وجع القلب اللي كنا فيه مع كابتن مجدي عبد الغني ده خلاص انتهى، شكرا، بطلت. النهارده بتحقق اكتر من انجاز. زي ما قلنا الفوز الاول ليك في كاس العالم بعد 90 عام، بتتصدر مجموعه كتاني منتخب عربي يتصدر مجموعته بعد المغرب طبعا في 2022 لما تعادلت مع كرواتيا وكسبت كندا وبلجيكا، كانت متصدره ب7 نقط. ان شاء الله ان شاء الله احنا كمان نتصدر ب7 نقط. ان شاء الله الماتش القادم بتاعنا بتاع ايران نكسبه، وان شاء الله زي ما قلت لك امبارح ويا رب تكون دعوتي مستجابه، يتعثر المنتخبين نيوزيلندا وبلجيكا ويتعادلوا مع بعض وملناش دعوه بقى. شوفوا مين بقى تاني وشوفوا مين تالت، وانا باشا اصعد عندي 7 نقط كاول المجموعه ان شاء الله، وكتاني منتخب عربي يصعد ب7 نقط للدور التاني بعد منتخب المغرب. ده بالنسبه للانجاز لمنتخب مصر باكمله. طيب بالنسبه للانجازات الفرديه، اصبح النهارده محمد صلاح هو الهداف المصري التاريخي لكاس العالم، الهداف التاريخي لكاس العالم في مصر، تمام؟ برصيد طبعا 3 اجوان زي ما احنا عارفين او 3 اهداف زي ما احنا عارفين. ليه جول في روسيا في 2018 وجول في السعوديه في 2018، والنهارده بيحقق الجول الثالث ليه في كاس العالم 2026. يعني انجازات بالجمله. لذلك انا بدات كلامي قلت لك منتخب مصر النهارده بيكتب التاريخ بحروف من الماظ. محمد صلاح صبر كتير مع المنتخب،
لم يوفق كتير مع المنتخب، ولكن يمكن اراد الله النهارده ان هو يكافئه ويكافئ جموع المصريين زي ما كافئ ربنا سبحانه وتعالى. كافئنا احنا بالفرحه، وكافئ المنتخب المصري بتحقيق الانجاز. كافئ تريزيجيه بهدف، كافئ مصطفى زيكو بهدف وتالق عالمي واسيست غير الاسيست بتاع صلاح. فما شاء الله اللهم بارك يا رب. نتمنى الاستمراريه، نتمنى الاستمراريه، ونتمنى ان ربنا يبعد عنا عين الحاسدين والحاقدين والساحرين، ونكمل بهذا المستوى وهذا الاداء، ونوصل لحته بعيده ان شاء الله ان شاء الله في كاس العالم. منتخب المغرب مش احسن مننا في حاجه، رابع الدوري رابع كاس العالم في 2022 في قطر، ولكن احنا قادرين بالاداء والرجوله والعزيمه اللي شفناها امبارح، قادرين. علشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نيجي مصطفى شوبير. انا لساني عجز وخلصت كل الكلام اللي عندي، يعني لو عندي حاجه حلوه ممكن اقولها خلصتها فيك يا مصطفى. اقول ايه؟ اقول اخطبوط اتقالت، اقول ابن الوز ابن الوز عوام اتقالت، اقول حارس مصر الاول. مش انا اللي هقول، انت اللي بتقول، وانت اللي بتكتب التاريخ، وانت اللي بتصنع المجد لنفسك. واتمنى وانا متوقع توقع شديد جدا 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 ان مصطفى شوبير بعد كاس العالم مش موجود في النادي الاهلي. مصطفى شوبير هيجي له عقود احتراف كتير جدا، ونتمنى ده، وربنا يصلح حاله وربنا يكرمه ويصبح تاني المحترفين من النادي الاهلي لاوروبا بعد حمزه عبد الكريم الموجود في برشلونه الاسباني. طيب مصطفى شوبير ربنا يحفظك، قد الدنيا. ما عنديش كلام حلو ممكن اقوله، علشان انا لو قلت كلام هقوله بهرجله، فانا مش عايز اوصل للنقطه دي. هاني يا هاني يعني. طب نناشد الاتحاد الافريقي لكرة القدم بان دوري ابطال افريقيا، كاس افريقيا يتم لعبه في امريكا. معلش، عندنا لعيب اسمه محمد هاني ما بيتألقش غير في امريكا. ما انا مش فاهم له. يمكن معاك يعني، هل محمد هاني مزدوج الجنسيه، ولا انت ايه؟ ولا انت في حاجه معينه بينك وبين امريكا؟ كان نفسك زمان تهاجر قبل ما تبقى لعيب كوره، ولا في ايه؟ طيب ما انا مش عارف الحلاوه اللي انت بتجيبها لما بنلعب في امريكا دي بتجيبها منين. مش لما بنلعب في امريكا، انا بحس ان محمد هاني لما بيخرج بره القاره بتاعتنا بيبقى محمد هاني تاني خالص. محمد غير محمد، مش هو محمد جميل، محمد رائع، محمد مجرم كرة قدم، محمد فيه كل الصفات الحلوه. ايه العرضيات دي؟ وايه الحلاوه دي؟ وايه الجمال ده يا راجل؟ ايه ده يا محمد؟ ده يا محمد، يا محمد خلصت الكلام يا محمد، ريقي نشف يا محمد. ربنا يحفظك يا محمد واستمر على الاداء ده، واتمنى ان انت بعد رجوعك تاني للنادي الاهلي تستمر على الاداء ده، لان احنا تعبنا ومفيش حد غيرك. يعني هو احنا خلاص احنا هنكمل حياتنا هنا. فنتمنى الاستمراريه من محمد هاني، راجل قد المسؤوليه، عرضيات ممتعه، اداء دفاعي جميل. كل حاجه اقدر اقول عليها لمحمد هاني النهارده ان هو فعلا 10/10، 100/100، كل حاجه حلوه. طيب عندي فتوح ابن منطقتي، اطبله زي ما انا عاوز، اقول فيه كل الكلام الحلو. اداء دفاعي رجولي جامد قوي 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 قوي، واداء هجومي في الفرص اللي سمحت ليه ان هو يكون موجود داخل ال 18، او يتم عمل عرضيه، او يتم ان هو شاط كوره على الجول لما قطم فيها وشاطها باليمين ولكن كانت ضعيفه. فتوح عالمي، انا ما اقدرش اتكلم. ودي ميزه اللعيب اللي بيلعب خماسي، او اللي كان بيلعب خماسي، او اللي لعب كرة في الشارع من الاخر. دي ميزه اللعيب ده، ان هو بيطلع لك احسن ما عنده. اجي عند ياسر ابراهيم، كان في بدايه الماتش كام خطا كده، والكوره بتعدي من فوقيه والاطوال مش مساعداه والدنيا، ولكن ياسر ابراهيم تدارك الموقف ولم الدنيا كده شويه. وده نتيجه طبعا الضغط الهجومي اللي احنا عملناه، فادى ده لان مفيش كور كتير موجوده طوليه بتتلعب، تحولات من الدفاع للهجوم بالنسبه لمنتخب نيوزيلندا، فخلى الكره عندهم تتلعب على الارض. وكان ياسر موفق الحمد لله في الكرات اللي اتلعبت على
الارض مش الكرات العاليه. طيب عندي حمدي فتحي، سلامات يا حمدي، الف سلامه. برضو كان اداء كويس جدا، يمكن ما ظهرش كويس امبارح، ما ظهرش كتير، ولكن اعتقد ان الاختبارات اللي اتحط فيها كان قد المسؤوليه، كان كويس. ما اتحطناش في اختبارات كتير، ما اتحطناش في ضغط كبير. يمكن هم 4-5 كور اللي جم علينا منهم كوره سجلت، ولكن اداء دفاعي رجولي من منتخب مصر. قلت اتمنى محمد عبد المنعم، واعتقد ان المباراه القادمه هيبقى ياسر جنبي محمد عبد المنعم، لان زي ما احنا شفنا ان حسام عبد المجيد شفاه الله وعافاه، حصل عنده مشكله في عينه، ورم او كده، فاعتقد ان هو ممكن ما يكونش موجود المباراه القادمه، فهيكون ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اللي نزل بديلا لحسام عبد المجيد بعد خروجه باصابه في عينه. طيب مروان عطيه، انت صعب، عارف، صعب بحلاوه، صعب بالشياكه، صعب بفن، صعب انت الرقم الصعب يا مروان. الرقم الصعب في ايه؟ في ان محدش بياكلك، بتبان غلبان بس انت مش غلبان، بتبان كوش كيوت غلبان بس انت في الكورة مش غلبان. انت في الكورة جامد، انت في الكورة مؤثر، انت في الكورة عالمي، انت في الكورة مبدع. يا اخي ابدع، يا اخي، يا اخي ابدع ومعاك الفرصة يا اخي. انا بحبك يا مروان، انا بحبك قوي قوي قوي، وعاجبني وما شاء الله اللهم بارك، وربنا يزيدك ويحفظك. عاجبني فكرة الاستمرارية في الأداء، اللهم بارك، اللهم بارك. ما عنديش أحلى من كده، أو أحلى من إن أنا أدعي لك في إن ربنا يبارك لك في اللي أنت فيه. مهند لاشين، أنا يمكن امبارح قلت محتاجينه جنب مروان عطية، ولكن مهند لاشين زي ما قلت قبل كده وهتفضل وجهة نظري، 8/10 من طارق حامد. مفيش فنيات، مفيش كورة بجنيه، في تخبيط، في ترزيع، في تشليت، في تطفيش، في هرجله، ولكن انا هتلاشى ده علشان احنا بس كسبانين فرحانين، فمش عايز امسك حد اسلخه. ولكن مهند لاشين مش صح، مش وجوده في الكوره المصريه مش صح عامه، في نادي بيراميدز عادي. طيب هاجي لامام عاشور. امام انت مزودها حبتين، يعني ربنا كرمنا الحمد لله وجبنا جول الماتش اللي فات في بلجيكا، وافتتحت انت تسجيل لمنتخب مصر في كاس العالم وكل الحاجات دي، وبقى عندك هدف واتحطيت في قوائم الهدافين بتوع كاس العالم مش عايزين افوره، مش عايزين زيطه، مش عايزين هيصه. عايزك تركز، العب مع الناس، العب مع الناس اللي جنبك، باص، اعمل عرضيه، مش شرط كل كوره عايز انا اروح اشوط، انا اللي الم، انا اللي احط جون، انا لا يا عم، في ايه يا عم؟ في ايه؟ اصل هي الدنيا مش كده، ما هي لو كده كان كل واحد عمل كده وخلاص وخلصنا، وكان زماننا في مصر بقالنا يومين. فامام عاشور انت جامد، ما عنديش اعتراض على كده، بس وحش، اناني، في انانيه، في طبع مش حلو. فانت محتاج تلعب مع الناس، تلعب مع ناس. شفت محمد صلاح، محمد صلاح باسمه وتاريخه وكيانه لما بيلعب مع الناس، لعب 1 2 مع زيكو جاب جول، لعب كوره بيباص هنا وبيباص هنا وبيتحرك وبيضغط، وبصراحه انا جاي لمحمد صلاح، انا جاي لمحمد صلاح بجد بجد، انا جاي له في الكلام، لان عندي كلام كتير قوي موجه ليه، وعندي اعتذار كبير ليه جدا. فامام مش محتاجين نافور، مش محتاجين نزيط، مش بنلعب فرق درجه تانية مثلا، مع احترامنا لكل فرق الدرجه التانية. مش لازم دي وارجع اعمل دي وارجع اعمل دي واشوط بالشمال في المنصوره. محتاج انجز، محتاج العب كوره نضيفه، محتاج العب كوره بعقل، محتاج العب مع الناس. امام عاشور مش عاجبني امبارح، مش عاجبني النهارده في مباراه نيوزيلندا، ولكن اتمنى ان الجاي يكون افضل. طيب عندي مين تاني؟ عندي مصطفى زيكو، او مصطفى جدو، لان خلاص انا بالنسبه لي مصطفى زيكو هو نسخه اخرى من محمد ناجي جدو، اللي كان
متألق جدا 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 في 2010 مع كابتن حسن شحاته، ويمكن برضه نفس السيناريو تحس ان هو كده. يمكن زيكو دلوقتي بيلعب في بيراميدز، فريق متشاف اكتر. كان اياميها محمد ناجي جده بيلعب في الاتحاد السكندري، واكتشفوا الكابتن حسن شحاته وظهروا النور. عفوا. وكان ظهروا النور، وكان البديل السحري للكابتن حسن شحاته ومنتخب مصر في 2010 في افريقيا. هنا انا بتكلم عن زيكو. زيكو نفس الكلام، لعيب مجتهد، لعيب غلبان وعلى الله، لعيب مهاري، لعيب محترم، لعيب مؤثر، لعيب واخد الثقة الكاملة. وهي دي شغلة المدرب المصري والتكالي على المصري، انه ادى الثقة للاعب زي مصطفى زيكو، خلاه حرفيا بياكل النجيلة. يمكن الشوط الاول ما كانش احسن حاجة من زيكو، ولكن مع تبديل المراكز بينه وبين عمر مرموش، نتيجه تعليمات طبعا الكابتن حسام حسن، ادى ذلك ان انت بتضغط كويس، لعبت عرضيه من هاني، سجلت هدف التعادل عن طريق زيكو. فزيكو الشعب المصري كله بيشكرك، الشعب المصري كله بيثق فيك، الشعب المصري كله فرحان لك، لان انت طيب وزينا وكلنا من بعض. مبروك لزيكو هدف في كاس العالم، مبروك تألقه، مبروك كل حاجه حلوه بيقدمها، ومنتظرين منك اكتر واكتر واكتر واكتر. طيب هنيجي للكابتن عمر مرموش، واللي فيه كلمتين محشورين في زوري. يعني ممكن يا عمر بعد اذن البرفيوم والسفاج والبدله الكونكريت والسكسوكه، والله بص انا عارف والناس عارفه والمصريين عارفه ان انت لو اتكرعت صوتك هيطلع صوت موتور رولز رويس، فاهمني؟ وعارف ان روتين شعرك يعني يكفي لتجديد محور صفة اللبن، وعارف ومدرك انك لما بتبقى معاك الكوره وتبص يمينك بتلاقي زيكو من شبين، تبص شمالك تلاقي امام من المنصوره، تبص قدام شويه تلاقي محمد صلاح من نجريج. وانا عارف ان انت تعليمك راجل، تعليمك انترناشونال وبتاع، والحاجات دي كلها جميله، ما عنديش مشكله فيها. ولكن يعني ممكن تباصي للناس دي، ممكن تلعب مع الناس، ممكن تشوف ان الناس دي برضو اخواتك واصحابك في المنتخب وكلكم بتلعبوا باسم راجل واحد. طيب هنيجي للكبير القائد كابتن المنتخب المصري عن جدارة واستحقاق، الكابتن محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج ابو مكة. شكرا ليك، شكرا على جهودك، شكرا لانك اول مرة امبارح اشوف محمد صلاح بيلعب كورة بالجدية دي. محمد صلاح بيضغط ومش همه ان هو محمد صلاح، وممكن يترقص وممكن يلبس كوبري وممكن يعمل مش عارف ايه وممكن مش همه، وبيضغط وبيسحب لعيبه معاه وبيعمل اسيست وبيهدف، بيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا. امبارح ابو مكه لاول مره اكون مقتنع تماما ان انت زمانه مان اوف ذا ماتش. ولما خدت الجائزه بتاعت مان اوف ذا ماتش انا في قمه سعادتي، في قمه انبساطي، في قمه فرحتي بيك، لان دي مع احترامي ليك ولتاريخك الكبير دي اول مره احس ان انت فعلا تستحق تكون كابتن فريق او كابتن منتخب مصر، تستحق تكون احسن لاعب في المباراه. يعني بنشكرك كابتن صلاح ذا كينج، بنشكرك على الاداء بتاع امبارح، ونتمنى الاستمراريه، نتمنى ان انت تبقى قائد دايما، نتمنى ان انت تبقى مثال مشرف دايما، نتمنى ان انت تبقى قدوه للاعيبه اللي معاك في الضغط، في الالهام، في التهديف، في الاسيستات، في عدم الانانيه، في حاجات كتير قوي انت قدمتها كلها امبارح في مباراه نيوزيلندا. يمكن الماتش برضو ما كانش صعب بالقدر اللي هو، وانا يمكن قلت لك الكلام ده، قلت لك ايران ونيوزيلندا فلاحين كوره، فكانت الضغوط النفسيه قليله شويه. يمكن كان بيلعب باريحيه كابتن محمد صلاح امبارح، وده اللي خلانا نشوف الاداء ده.
دايما نلعب باريحيه، دايما المصريين في ظهرك، احنا بنحبك مش بنكرهك، ولكن انت حاجه كبيره عندنا، فبنتمنى ان الحاجه الكبيره دي تقدم حاجه كبيره، فلما الحاجه الكبيره ما تقدمش حاجه كبيره احنا بنزعل. ولكن نشكرك كابتن صلاح، شكرا ليك جدا. طيب عندي التبديلات اللي نزلت، طبعا محمد عبد المنعم ما لحقش يلعب، ده لعب كام، حوالي دقيقتين للنزول مكان حسام عبد المجيد بعد نزوله برضو علشان خاطر الاصابه اللي تم اصابه، يعني اللي اتصابها في عينه. برضو حسام عبد المجيد ما قدمش حاجه، ما لحقش يقدم، مش ما قدمش عشان هو وحش، هو ما لحقش يقدم نتيجه الاصابه اللي جات له في عينه. رامي ربيعه عالمي، شابوه لرامي ربيعه، نزوله كان فارق، قائد، حرك خط الدفاع، اطلع ارجع العب كرة طويلة، يحاول يضغط، بياخد كرة ويتقدم بيها وممكن يعمل تشيب. خلي بالك رامي شاطر جدا في الموضوع دوت، انه ممكن يعمل تشيب باس جوه منطقة الجزاء يخلص بيه ماتش، ممكن يعمل كرة طولية يخلص بيها ماتش. فرامي شاطر جدا في الحتة دي، رامي كان قائد فعلا امبارح. نزوله كان مؤثر، كان مهم، كان اداؤه عالي جدا. نتمنى الاستمراريه. رامي ربيعه لا اختلاف عليه انه من احسن المدافعين المصريين، وبنشكرك كابتن رامي ربيعه على الاداء اللي كان موجود امبارح. طيب عندي تريزيجيه، مبروك. يمكن تريزيجيه ما شفناهوش قوي امبارح، ولكن الهدف يخلينا نقول له مبروك يا كابتن تريزيجيه على الجول، وتشكر يا كريزيديه. مبسوطين بيك جدا، فرحانين لدخولك قائمة هدافين كأس العالم. تعبت على الفترات اللي فاتت دي كلها، ربنا بيكافئك. فكرة ان انت تنزل تجيب جول تأمن بيه المكسب، انا بالنسبة لي دي تاخد فيها 7-8 من 10 عادي، لان انت كنت مؤثر ايجابي على المرمى، ان انت هدفت، والحمد لله الهدف بتاعك خلى بنسبة كبيرة الماتش خلاص اتقتل خالص. فمبروك كابتن تريزيجيه، بشكرك جدا 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 على الفرحه دي، ونتمنى اللي جاي احسن، نتمنى الاستمراريه، بدل ما يبقى عندك جول واحد يبقى عندك 2 و3 و4. بنتمنى ده ليك ولكل اللعيبه المصريين. فرحتونا وشرفتونا ومبسوطين بيكم، وانا بكلم تريزيجيه بالطريقه دي لان تريزيجيه واحد من كباتن المنتخب المصري، فانت قيمه وقامه كبيره لمنتخب مصر. بنشكرك، كنت قائد، كنت شاطر، كنت كويس، هدفت، مبروك الجول، ونتمنى الاستمراريه. طيب حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم اللي انا ريقي نشف امبارح، اتلعب 20 عرضيه، مفيش حد حط براسه الا لما حطيت زيكو جوه المنطقه، لما لعبت في فرود صريح. انا ده اللي بتكلم فيه، وده اللي ريقي نشف فيه امبارح لما اتكلمت وقلت عايز حمزه عبد الكريم، عايز حمزه عبد الكريم. ممكن تريح زيكو وتلعب بحمزه عبد الكريم، ولكن زيكو ادى اللي عليه، ما عنديش مشكله، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وما بقولكش مشيه، ما بقولكش رجعه مصر، ولكن ادي الفرصه لحمزه عبد الكريم. امبارح اتلعبت عندك اكتر من عرضيه، منهم واحده امام عاشور قلشها، منهم واحده مش عارف ايه، منهم ايه. فانت كنت عايز فرود مؤثر جدا جدا، او فرود صريح في المكان ده، يفنش بقى كل الكور دي، يخلص كل الكور دي، يموت كل الكور دي. ف نتمنى ظهور حمزه عبد الكريم المباراه القادمه. نتمنى ليه التوفيق، ونتمنى ليه لعيب كبير ان شاء الله، ان شاء الله يكمل في مسيره الاحتراف في اسبانيا مع نادي برشلونه. في احمد سيد زيزو. بص، انت ملخص الكلام، انت بتبيع نفسك. حلو. ولما عقدنا معاك جلسه في النادي الاهلي وقلنا هنقلل المرتبات، هو انت عندك حق وما عندكش حق. عندك حق علشان خاطر انا جبتك اتفقت معاك وانت سستمت دنيتك على الرقم ده، وما عندكش حد لان ما عندكش حق لان اللي انت بتقدمه ده ضحك. يعني انت بتضحكني اكتر من احمد رمزي. انت احمد زيزو هو احمد رمزي، احمد رمزي انت بتضحكني اكتر منه. انت عايز ايه اكتر من ان انت تبقى يعني لميت حارس مرمى والجول فاضي وتعمل اللي انت عملته ده؟ انا قلت اتمنى وجود حسين الشحات في قائمه منتخب مصر. انت عارف ان ده لو حسين الشحات كان روح بالحارس ده سبيكو، كان جاب الحارس معاه لحد عندنا في السلام سبيكو. فزيزو انت بتبيع نفسك، لا تلومن الا نفسك، براحتك.
وده مش يعني من اسهل الفرص اللي ممكن تيجي. يعني الناس التانية اذا كان زيزو كانت، اذا كان تريزيجيه كانت عرضيه في وسط المدافعين كلهم وعافر وحطها. صلاح عمل 1 2 جوه منطقه الجزاء. زيكو نط حط كرة بدماغه. انما انت يا راجل ده انت الجون فاضي. يعني كل الاجوال الثلاثه التانيين كان في شك ان ممكن تبقى فيه، ممكن ما يبقاش فيه، ممكن الكرة تتشط تصد زي كرة زيكو اللي اتصدت، ولكن توفيق ربنا ان هي كملت ودخلت جول. انت عايز ايه اكتر من ان انت اصل حارس المرمى؟ ليه بقى اقعد هتحرفش واعمل وبتاع؟ عامه انت ضيعت على نفسك ان انت تكون واحد من هدافين مصر في كاس العالم. انت شيل البلد ده مع نفسك. خليك مهتم بالسوشيال ميديا، خليك مهتم بان ازاي انا اطلع فلوس واعمل مش عارف ايه وبتاع. بس الحياه مش كلها فلوس، والدنيا دواره ومسير الدنيا مسيرك تشوف الكلام ده كله. كابتن حسام حسن في النهايه عن اللي اتقال ما بين الشوطين، او طريقه تحفيزه وتعنيفه للعيبه ما بين الشوطين، اللي انا متاكد ان هي لو كانت متصوره يعني على المغرب هنلاقي كابتن حسام حسن وابراهيم حسن متكلبشين ونازلين على صفحه وزاره الداخليه. فبنشكر الكابتن حسام حسن، بنشكر جموع اللعيبه الموجودين اللي شاركوا، اللي ما شاركوش، اللي قاعدين على الدكه بيحفزوا. بنشكر جمهور مصر اللي موجود في امريكا اللي بيآزر. بنشكر الجمهور المصري اللي بيآزر منتخب مصر على السوشيال ميديا وعلى كل حاجه. احنا في ظهركم، كملوا سيروا بنفس الاداء، محدش احسن مننا في حاجه. منتخب المغرب مع كامل الاحترام ليه مش احسن مننا في حاجه عشان هو في 2022 يطلع رابع العالم، واحنا بالنجوم اللي عندنا ما نروحش في حته كويسه. ان شاء الله ربنا معانا، ان شاء الله دعوات المصريين كلها معاكم. ربنا هيكرمكم وان شاء الله هتفرحونا. اسف لو كنت طولت، ولكن ده من فرحتي وسعادتي بمنتخب بلدي اللي مشرفني، اللي مخليني من امبارح على السوشيال ميديا انا مش عارف انام. انا بصحى انزل فيديو انام، اصحى انزل فيديو انام، اصحى انزل فيديو. مش قادر اسكت، مش قادر ما افرحش. شكرا ليكم ان بعد سنين اعجاف طويله فرحتونا باول فوز للمنتخب المصري في كاس العالم. شكرا ان احنا بقى عندنا هداف تاريخي لكاس العالم مصري اسمه محمد صلاح. نتمنى لكم التوفيق في الماتش الجاي. ايران فلاحين كوره، هنتكلم في الكلام ده لما قبل الماتش بيوم مثلا او بيومين، وان شاء الله هنكسب ايران وهنتصدر المجموعه وهنصعد اول مجموعه ب7 نقاط. وحط تحت كلامي خط بعد الاداء الرجولي ده. ان شاء الله يتعثر منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ويتعادلوا مع بعض، وانا ماليش دعوه، واخد طيارتي واروح على البلد اللي هلعب فيها الماتش اللي جاي، وهم يحلوا مع بعض بقى، يشوفوا مين تاني، يشوفوا فيه احسن تالت ولا مفيش. بره عني الكلام ده. اداء رجولي. ايران مش بالفرقه القويه قوي زي ما احنا شفنا. بلجيكا مش في حالتها، فعشان كده ايران ممكن تكون اتعادلت معاها. نيوزيلندا نتمنى منهم ان هم يتعادلوا مع بلجيكا، عطلوا دول. سواء كسبنا ايران او لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله في اسوأ الظروف اتغلبنا من ايران او تعادلنا، فنبقى احنا في المضمون وفي الصعود باذن الله في الفريقين الاولين اللي هيصعدوا بامر ربنا سبحانه وتعالى. اشكركم جدا على المتابعه، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، مش هيخسروك حاجه. شوف اخوك، تأزر اخوك، تشجع اخوك. شكرا، شجع مصر وخليك واثق في منتخب بلدك. سلام عليكم.